لنا الحاجة كلها غالية، ايه الرخيص؟ تيجي تشتري حاجة أقل حاجة يقول لك 5 جنيه 10 جنيه، دي أقل حاجة في السوق. ايه رأيك في العرض ده؟ ايه ده بقى؟ رز؟ 5 كيلو هدية ب 21 جنيه. يبقى بكام كده كيلو؟ بيطلع ب 3 جنيه 75. ماشي كده مش غالي؟ احنا كنا بنجيبه بجنيه ونص. لا أنا أقول لك حاجة، لا 3 جنيه ونص. حضرتك عندك بطاقة تموين ولا؟ كده أقل من 3 جنيه ونص. ده رز بطاقة تموين عندك بطاقة تموين حضرتك؟ طيب يعني عليها سلع الرز وكافي. مليان الرز والسكر بس اللي عايزين متوفرة. دي متوفرة في التومين. احنا عايزين الحاجات التانية اللي بره. يعني عندك الخضار وعندك اللحمة وعندك الفراخ، كل دون مش محتاجات اللحمة. بس. طب خلي حضرتك معايا شوية. اللحمة بكام دلوقتي؟ اللحمة ب 40 جنيه يا دكتور. استنى بس يا اللحمة اللي هنا دي ضعاها هنا دي اللي هي بره دي ب 40. كويس. ماشي 40 ده سعر مناسب ولا حضرتك شايفاه مش مناسب؟ بالنسبة للناس على قد حالها مش مناسب. لا احنا على يعني عيلة هتجيب كيلو لحمة ب 40 جنيه وبقية الخضار. خلينا نسأل سؤال تاني. ماشي اتفضل. واحنا دعمنا للمواطن على 3 محاور. كويس. أول محور بطاقة التموين. حلو دي ماشي. فيها سلع أساسية اللي هو الزيت والسكر والرز بس. والرز والمكرونة. يا رز يا لا مكرونة. المكرونة لا رز يا مكرونة. فدي السلع اللي موجودة على البطاقة. كويس. وجزء تاني من مساندة المواطنين المجمعات اللي احنا فيها النهارده دي. حلو. بالعروض دي لما حضرتك تاخد كيلو الرز بحوالي أقل من 3 جنيه ونص، 3 جنيه تقريبا و40 قرش. السعر ده ارخص من السوبر ماركت بره. حضرتك شايفاه ايه؟ 3 جنيه و40 قرش كيلو الرز. انا ما بتكلمش يعني انا اقدر اشتري الرز ده كده، في غيري ما يقدرش. طيب حضرتك ما احنا انت تشوف برضو اللي هو اقل برضو. انت ما تبصش للي هو يقدر يدخل يشتري الحاجه دي. في ناس ثانيه ما تقدرش، يعني مثلا هتجيب كيلو رز بكام؟ 3 جنيه او 2 ونص. ليه الرز بتاع التموين؟ حلو ماشي، ليه تومين؟ بقيه الحاجه بقيه الخضار. كويس قوي. خلينا انت دلوقتي عشان تنزل تجيب شويه خضار بكام؟ ما بس فلفل ب 3 جنيه. الطماطم بكام والبطاطس بكام؟ البطاطس عندك ب 3 جنيه البطاطس.